تفاصيل وفاة المطرب هاني شاكر أمير الغناء العربي ومحطات سريعة من حياته. توفي يوم الأحد 3 مايو لعام 2026 الفنان هاني شاكر عن عمر 74 عاما. ترجع مشاكل الفنان هاني شاكر الصحية منذ عدة شهور حينما أصيب بنزيف حاد في القولون وخضع لجراحة في مصر وتم استئصال القولون بالكامل، وفي شهر مارس تقرر نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج هناك، وبالفعل تحسنت حالته لبعض الوقت، ولكن شهدت حالته انتكاسة جديدة وأصيب بفشل في وظائف التنفس وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالته وتوفي اليوم الأحد. الفنان هاني شاكر من مواليد القاهرة عام 1952. درس الموسيقى بمعهد الكونسرفاتوار. بدأ مسيرته الفنية حينما اشترك في فيلم سيد درويش عام 1966 وقدم دور سيد درويش وهو طفل. وفي فترة السبعينات انطلق أكثر في عالم الطرب والغناء وتعاون مع كبار الملحنين رغم صغر سنه. من الناحية الشخصية تزوج هاني شاكر عام 1982 من السيدة نهلة توفيق، وظل الزواج مستمر لمدة 44 عاما حتى وفاة الفنان هاني شاكر اليوم، وكانت زوجته رفيقة عمره بحق. وأثمر زواجهم عن بنت هي دينا، والتي ولدت عام 1984، ولكن توفيت ابنة الفنان هاني شاكر دينا عام 2011 عن عمر 27 عاما، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة له، وقد كانت تعاني من مرض السرطان. والفنان هاني شاكر أيضا ابنه هو شريف، والشريف من مواليد عام 1987. رحم الله الفنان هاني شاكر.